أستاذ فياض، نبدأ مع الأهلي، لا زال يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا. أولا طبعا الكل تابع المباراة أمس. المباراة كانت متوسطة. الأهلي لم يظهر بصورة طبعا المامولة. كان هناك أخطاء دفاعية مؤثرة في الفريق الأهلاوي. طبعا اتفق معي يقول انه لولا حضور عمر السومة دائما في الوقت المناسب، وهو من يصنع الفارق في النادي الأهلي. أعتقد أن الأهلي أمس راح يجد صعوبة حتى في الخروج في التعادل، لكن وجود لاعب مثل عمر السومة يعني ما شاء الله يختار الوقت المناسب والأماكن المناسبة للتسجيل، جعل الأهلي يتفادى الخسارة وبالتالي البقاء في صدارة المجموعة. أمس السومة أنقذ الأهلي بالضبط. هو في مباريات كثيرة، مش في هذه المباريات، محليا وخارجيا. يعني أنا أعتقد أنه عمر السومة يمثل 50% من قوة النادي الأهلي، وأنا أعتقد أنه لولا وجود هذا اللاعب لما عاد الأهلي لصدارة وللحصول على الدوري بعد غياب طويل. لأنه لما يكون عندك لاعب متكامل المواصفات، يستطيع أن يسجل بالرأس والقدم والمهارة العالية وتجاوز المدافعين، بكل تأكيد هذا هو ما تبحث عنه الجماهير لما تطالب بلاعب أجنبي أو غير سعودي يصنع الفارق، مش صفقات مع الأسف تأتي كتكمل عدد الفرق وتخذل الجماهير وتكبد النادي عقود باهظة. لذلك أنا أغبط النادي الأهلي حقيقة على هذا اللاعب الرائع خلقا وأداء، يعني ما شاء الله، ما نقول ما شاء الله تبارك الله، ثبات في المستوى. بالضبط. يعني هذه نقطة مهمة يمكن يفتقدها الكثير من اللاعبين، سواء اللاعبين المحليين أو الأجانب، هو الثبات على المستوى. صحيح، هو الثبات على المستوى، لأنه واضح أن اللاعب ما شاء الله يلتزم بالاحتراف كامل في التدريبات، في النوم، في الأكل. أنا وأتمنى أن يكون قدوة للكثير من اللاعبين السعوديين، لأنه فعلا اللاعب لما يوقع عقد بالملايين ولا يحافظ على هذا العقد بالالتزام بكافة ما يتطلبه نظام الاحتراف، أنا أعتقد أنه مع الأسف عقلية غير جيدة. أشوف البعض يرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا. أنا أقول يستحق، لأنه فعلا لولا الله ثم عمر السومة الأهلي أنا أعتقد أنه خلال ال3 سنوات الماضية والعامين الماضيين يمكن ترتيبه تجده من الخامس إلى الثالث، لكن وجود عمر السومة ما شاء الله جعل الأهلي شخصية قوية، شخصية تهابه كل الفرق. يعني أنت الآن قبل أي مباراة للنادي الأهلي الكل يتحدث عن السومة، الكل يتحدث ماذا يفعل السومة. في واحد المباريات أعتقد أنه غاب للإصابة، الجميع كان يتكلم ماذا سيفعل النادي الأهلي في هذه المباراة، وكان الأهلي طبعا تجاوز هذا المازق بأعتقد أنه بالفوز على الاتحاد، لم تخني الذاكرة، ما أدري. صحيح بالضبط، في ديربي غربية. طيب نرجع